نفق بين المغرب وجبل طارق. تعرف قصة مشروع عملاق قد يربط إفريقيا بأوروبا. عاد مشروع النفق الرابط بين أوروبا وإفريقيا عبر مضيق جبل طارق إلى الواجهة مع التقارب المغربي الإسباني الأخير. وتعود جذور المشروع إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت حالت دون تنفيذه مصاعب التمويل والأزمات الدبلوماسية بين البلدين. بعد 43 عاما من طرح فكرته، أعيد فتح ملف مشروع الربط البري بين أوروبا وشمال إفريقيا عبر مضيق جبل طارق، مع التقارب الحاصل مؤخرا بين إسبانيا والمغرب، إذ لفتت الانتباه إليه تقارير إعلامية بريطانية رجحت وضعه من جديد على طاولة النقاش بين البلدين والدفع به إلى التحقق. بيد أن أغلب العوائق التقنية والمالية التي واجهت الفكرة منذ طرحها أول الأمر لا يزال قائما، يضاف إليها التنافس الإسباني البريطاني حوله الذي تأجج منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سنة 2016. نفق جبل طارق، أمل معلق. وتعود أول مرات طرح مشروع الربط البري بين أوروبا وإفريقيا عبر جبل طارق إلى زيارة العاهل الإسباني خوان كارلوس للمغرب في 16 يونيو سنة 1979 ولقائه الملك الراحل الحسن الثاني. وقتها تفاهم الملكان على إعداد دراسة مشتركة لمشروع الربط القاري، ووقعا اتفاقية أنشئت بموجبها شركتان مغربية وإسبانية لإنجاز تلك الدراسات. وفي عام 1989 وقعت اتفاقية ثانية بين البلدين مهدت الطريق لكليهما لإقامة تعاون أوسع، مانحة دفعة جديدة لتطوير مشروع الربط البري والشروع في إجراء التحقيقات الجيولوجية والجيوتقنية الهامة من خلال إنجاز آبار بحثية عميقة في نقط مختلفة من قعر المضيق. من جهتها تقول شركة إسبانية أن المشروع سيسمح بمرور أكثر من 13 مليون طن من البضائع و12.8 مليون مسافر سنويا على المدى المتوسط، وهو ما يمكن أن يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية لغرب البحر الأبيض المتوسط، ويزيد من تدفقات السلع المغربية نحو إسبانيا التي تعد بالفعل الشريك التجاري الأول للمغرب، الذي يصدر جزءا كبيرا من إنتاجه وخاصة الإنتاج الزراعي إلى الاتحاد الأوروبي. لكن مضيق جبل طارق الذي تعبره 100,000 سفينة كل عام مزدحم، مما يقيد عبور البضائع بين البلدين. ولإنجاز المشروع طرحت حلول تقنية عديدة، من ضمنها أن يكون جسرا معلقا على دعامات ثابتة، أو جسرا معلقا على دعامات عائمة، أو نفقا مغمورا مدعوما في قاع البحر، أو نفقا محفورا، أو نفقا عائما مغمورا. غير أن طبيعة التيارات المائية والهوائية في المضيق كطبيعته الزلزالية لكونه ملتقى للصفائح التكتونية الإفريقية بالأورو أسيوية رجحت تصور النفق الحديدي المحفور. ومثلت كذلك العوائق المالية عقبة أمام إنجاز المشروع، إذ رفضت المفوضية الأوروبية سنة 2008 طلبا بإدراجه في سياسة شبكة النقل الأوروبية بدعوى المخاطر الجيوستراتيجية والأمنية للربط البري بين القارتين، بما مثل صدمة لمروج المشروع. وخلق حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تنافسا شرسا حول المشروع، إذ عبرت لندن عن اعتزامها بجدية إنشاء ربط قاري مع إفريقيا للاستفادة اقتصاديا من التبادل التجاري الأوروبي الإفريقي بعد فك ارتباطها مع السوق الأوروبية المشتركة، مما أثار حفيظة مدريد التي رأت دخول المملكة المتحدة على الخط تهديدا لنفوذها الجيوسياسي والاقتصادي في المنطقة. وفي سنة 2021 عقدت اجتماعات رفيعة المستوى عبر تقنية الفيديو بحضور وزير التجهيز والنقل المغربي السابق عبد القادر عمارة ووزير النقل الإسباني خوسي لويس أوبالوس لتدارس الموضوع. وخلص اللقاء وقتها إلى إدراج الموضوع مرة أخرى في اجتماع حكومي دولي مختلط، قبل أن تقطع الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد العلاقات بين المملكتين،
ويؤجل ذلك حتى إشعار آخر. من جهتها تقول شركة إسبانيا أن المشروع سيسمح بمرور أكثر من 13 مليون طن من البضائع و12.8 مليون مسافر سنويا على المدى المتوسط، وهو ما يمكن أن يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية لغرب البحر الأبيض المتوسط، ويزيد من تدفقات السلع المغربية نحو إسبانيا التي تعد بالفعل الشريك التجاري الأول للمغرب، الذي يصدر جزءا كبيرا من إنتاجه وخاصة الإنتاج الزراعي إلى الاتحاد الأوروبي. لكن مضيق جبل طارق الذي تعبره 100,000 سفينة كل عام مزدحم، مما يقيد عبور البضائع بين البلدين. هذا الوثائقي قد شارف على الانتهاء. لكم جزيل الشكر على تفاعلكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.